بكم مشاهدينا. مع بداية عام جديد نرفع قلوبنا بارك يا رب إكليل السنة بصلاحك. وأعظم بركة نبدأ بها العام الجديد هي بركة اللقاء مع راعي الرعاة، الراعي الساهر، الراعي الذي ائتمنه السيد المسيح لرعاية نفوسنا وتسلم عصا الرعاية من فوق المذبح المقدس. معلم الأجيال، ذهبي الفم والقلم، كاروز العصر وكاروز المسكونة. وفي عهده امتدت الكنيسة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. ناسك المغارة الذي عرفته برية شهيد، راهبا ناسكا ومتوحدا، حتى صادق كل ذرة رمل من رمال صحرائها. معنا اليوم صاحب التاريخ المجيد والأعمال العظيمة، مفرح القلوب وحبيب الملايين، مقره ومكانه جوه قلوبنا وقلوب كل المصريين. الحقيقة أنا مهما اتكلمت عنه أنا مش هقدر أوفي حقه. هو أبي وأبيكم صاحب الغبطة، قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. قداسة البابا منور شاشة أغابي، وكل سنة وقداستك طيب. متشكر خالص. أنا يسعدني أن أكون مع قناة أغابي، وخصوصا في نهاية عام وبداية عام جديد، وأشكر على هذه الألقاب الكثيرة التي لم أعرفها عن نفسي بعد. العفو يا سيدنا، دي أقل حاجة. الألقاب عن قداستك تحتاج شهور بل سنين. متشكر خالص. قداسة البابا، كيف نبدأ عاما جديدا؟ بداية عام جديد مش معناها انتقلنا من 2009 إلى 2010، وإنما بداية عام جديد أن تكون لنا حياة جديدة أمام الله، حياة جديدة في كل تصرفاتها. نجلس إلى أنفسنا ونحاسب أنفسنا حسابا دقيقا من جهة القلب والفكر والحواس والعمل، ومن جهة كل شيء، ومن جهة علاقاتنا بالناس وعلاقاتنا بالله. ونحاول ان احنا نمشي في العام الجديد كويس وافضل مما كنا. مش تتغير السنة واحنا ما تغيرناش، طبعا ده مش صح. وياريت كل واحد يروح لأب اعترافه ويصفي القديم، مش يصفي القديم عشان يفتح حساب جديد، لا، عشان يمشي صح وكويس. لأنك لو كنت في العام الجديد بنفس الطباع وبنفس المعاملات وبنفس الأعصاب وبنفس الأغلاط، ما بقاش عام جديد، بقى قديم زي قديم. قداسة البابا، أمنيات قداستك في العام الجديد للكنيسة ولأبنائك من الإكليروس ولكل الشعب. بالنسبة للكنيسة، أرجو أن ربنا يساعدني لرسامة أساقفة لباقي بلاد أمريكا، وأيضا لبلاد كندا. يعني على الرغم من أني رسمت أساقفة كتير لأمريكا وأستراليا وأوروبا، لسه كندا عايزة لها على الأقل أسقفين إن لم يكن أكثر. فيها منطقة تورونتو بيتكلموا بالإنجليزي، ومنطقة مونريال بيتكلموا بالفرنساوي، وفي منطقة الغرب بعيدة جدا. أمريكا ينقصها أساقفة كتير. كل ده بحاول أرتبه، لأني بدرس المواضيع دراسة متأنية قبل أن آخذ قرارا.
ده من جهة المهجر. من جهة مصر هنا أرجو الاحتكاكات الكتيرة اللي بتحدث في الصعيد إنها توقف. مصر مش ناقصة مشاكل عشان تحدث اضطرابات في فرشوط وفي ديروت وفي المعادي وغيره. ربنا يساعد إن هذه الأمور تستقر وتوقف. طبعا أرجو أن يسود السلام، وأن تتحسن حياة الناس روحيا، وربنا يساعد. بالنسبة لأبنائك من الإكليروس يا سيدنا، أمنياتك إيه في العام الجديد ليهم؟ الآباء الإكليروس أرجو أنهم ما يخلوش كل طاقاتهم في المشروعات وليس في خلاص النفوس، يهتموا بخلاص كل نفس، لأن ربنا قال في سفر حزقيال إن الخاطئ اللي بيخطئ إذا لم تنذره، يعني لم تعتني به، يموت في خطيته ومن يدك أطلب دمه. عبارة مخيفة. وأنا في يوم تتويجي في البطريركية قيل لي خذ عصا الرعاية من يد ربنا يسوع المسيح الذي ائتمنك على رعيته ومن يدك يطلب دمها. من يدك يطلب دمها، يكون مسؤول عن كل نفس. أيضا كل الشعب يا سيدنا، أمنيات قداسة البابا لكل الشعب في العام الجديد. لكل الشعب أرجو لهم سنة مبروكة ومحبوكة ومسبوكة. أرجو أن ربنا يحل المشكلة الاقتصادية، لأن كتير جدا من الناس بيجونا ويقولوا مش لاقيين شغل، والواحد يتخرج من الجامعة ليس إلى وظيفة وإنما إلى فراغ ومش لاقي عمل. فأول حاجة أرجو أن ربنا يوجد وظائف لكل أحد، وثانيا أرجو لهم حياة روحية ثابتة في الرب. أمنيات قداسة البابا لبلادنا مصر ولكل بلاد العالم. عايزين مصر يسودها السلام وينجيها من الأعداء الخفيين والظاهرين، وأن يسود السلام في كل بلاد العالم. قداسة البابا، الكنيسة في عهد قداستك نالت بركة ظهور وتجلي أمنا السيدة العذراء عدة مرات، فياريت قداستك توضح لنا ما هي بركات هذا التجلي. هو في مرة ظهرت العذراء في كنيستنا في بابا دوبلو، ومرة تانية ظهرت في أسيوط، والمرة التالتة في الوراق، مع حاجات كتير. بركات هذا التجلي إيه يا سيدنا؟ هو أول حاجة أن نعتقد في العالم الآخر، وأنه عالم نور، واللي بيجوا منه بيكونوا منيرين. وأيضا نعتقد بمحبة السيدة العذراء لنا، وإنها تطمئننا وتفتقدنا، فما نخافش من حاجة.
وأيضا ظهور العذراء في كنائسنا يقوي الإيمان بتاعنا. أما إذا كانت هناك بركات أخرى معنية فدي هنعرفها في حينها. قداسة البابا الصحفي عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة الكرازة، ماذا عن الصحافة في مصر في هذه الأيام؟ أنا كنت صحفي أيضا حتى وأنا تلميذ في ثانوي في مجلة المدرسة يعني. وبعدين أنشأنا مجلة الكرازة وصرت عضوا في نقابة الصحفيين من سنة 65 وكرازة سنة 66. يعني بقالي تقريبا عضو في نقابة الصحفيين 44 سنة. يديك الصحة سيد. ومفروض إن الصحفي يكون إنسان مثالي. وأسوأ ما في الصحفيين صحافة الإثارة. صحافة الإثارة من كافة أنواع الإثارة. في إثارة من جهة أخبار سياسية، وفي إثارة من الناحية المالية، وفي إثارة من الناحية الجنسية، وفي إثارة غاوية الفضايح بعنوان كبير منشط كبير يقولوا فضيحة كذا فضيحة كذا، ويعتبروا أنهم ارتفعوا في المستوى الصحفي لدرجة أنهم بيكتشفوا الفضايح. وفي صحافة تضلل الناس، وفي صحافة أخرى لا تنشر الخبر إلا بعد أن فحصته بكل دقة وحققت فيه إلى أن وصلت إلى الوضع السليم. قداسة البابا في الفترة الأخيرة هناك ما نشر في الجرائد وكتب على الإنترنت مما أثار شعور الشعب المصري، ما تعليقك على هذا؟ من الأخطاء اللي يقع فيها الصحفي الخاصة بالأخبار، لأن في صحفي بتاع مقالات بتاع تحقيقات، لكن الصحفي الخاص بالأخبار من المشاكل رغبته في السبق الصحفي. يعني ايه رغبته في السبق الصحفي؟ يعني انه هو يكون اول واحد نشر الخبر ده، فعشان يكون اول واحد نشر الخبر لا يدقق ولا يحقق، واحيانا يسير وراء الشائعات، واحيانا يخترع اشاعة. من جهتي انا ما اعرفش ليه متدبقني من جهة صحتي. قبل ما أسافر أمريكا، أو أنا يعني أول ما سافرت أمريكا قالوا فلان جاله نزيف في الكبد، وأول ما يوصل لكليفلاند هيلاقي عربية الأسعاف منتظرها على الطيارة. وأنا عمري ما شكيت من كبدي، ولا الأطباء ولا التحاليل قالوا أي شيء، لكن بقى رغبة في الإثارة برضو، وفي توزيع الجرنان، في شهرة الصحفي، وفي مالية المجلة أو الجريدة. ومرة تانية قالوا علي وأنا في لجنة البر أصبت بإغماء، وأنا لم أصب بإغماء أبدا. وآخر مرة على ما أظن
وأنا في اسكندرية قالوا البابا شنودة راح العناية المركزة، ومن أجل هذا سيلغي اجتماع يوم الأحد في الإسكندرية، والاجتماع ما اتلغاش، وألقيت العزة كالعادة، ولا دخلت العناية المركزة ولا العناية العادية ولا رحت مستشفيات. مش عارف جرى لهم ايه. نشفق على عقولهم يا سيدنا. لكن طبعا هؤلاء الناس بينكشفوا أمام الناس وبيفقدوا مصداقيتهم، بيفقدوا مصداقيتهم. ربنا يغفر لهم. قداسة البابا، أمنيات قداستك في العام الجديد لقناة أغابي ولكل العاملين بها والقائمين عليها. أمنيتي لقناة أغابي أن يوجد فيها قسم أيضا للأجانب باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، أو باشتراك ناس من الأجانب في القناة. يعني جايز انتوا ما يكونش عندكم إتقان اللغة، أو على الأقل اللهجة، لكن نقدر نتفق مع بعض الأجانب أولادنا في الكنائس في الغرب يعملوا لنا برامج باللغة وبالصوت وبالصورة وكله، ويتبعت وتتسجل. كان ممكن في أعياد الميلاد يبعتوا لكم حاجات زي دي. إن ما جاتش بيننا وبين القيامة مدة بسيطة. دي أول حاجة يعني. تاني حاجة في أغابي أهنئكم على الباب بتاع نبض الكنيسة، أهو دخل في الخط من جوه. كمان أرجو لقناة أغابي إنها تدخل شخصيات كتيرة ممكن إنها تتكلم، ولا يكفي الجو التقليدي الموجود فيه. قداسة البابا، أريد أن أختم هذا اللقاء الممتع والجميل بأي قصيدة من قصائد قداستك. من ضمن القصائد التي كتبتها، على ما أظن كتبتها في كليفلاند برضو: حرمت البراري وأجواءها، حرمت الجبال، حرمت المغارة، وعشت زحام الألوف ألبي نداء الجميع بأدنى إشارة. وصرت أجادل في الدين غيري، خلاص النفوس وقصر الدبارة. وأشغل قلبي بالمشكلات، وأشغل عقلي بجو الإدارة. فأين السكون وأين الهدوء وأين الصلاة التي بحرارة؟ إذا قلت أني خسرت ألام، ويندهشون لهذه العبارة، فهم يعجبون وهم يسألون: أجبن بحقك أين الخسارة؟ ألست تنادي باسم المسيح تدافع عن حقه بجدارة؟ ولكن حب حياة الجبال يدغدغ نفسي بأقصى مرارة. فأين فؤادي يقضي الليالي بحب المسيح ويقضي نهاره
وما عاد ربي له كل قلبي، تركت إلهي وأحببت داره، وأسأل كيف تغير حالي، وكيف تركت حياة المغارة. أخيرا خضعت لما سرت فيه، خضعت لربي، قبلت قراره. جميلة أوي يا سيدنا. قداسة البابا، بشكر قداستك جدا جدا، أمتعتني وأسعدتني كثيرا، وأمتعت كل مشاهدينا، وأرجو أني كنت ضيفة خفيفة، وأسفة إذا كنت أطلت على قداستك. لا أبدا، تسخدين إزاي. شكرا يا قداسة البابا. أشكرك على كل كلامك وكل أسئلتك، وأشكر كل الأخوة الحاضرين معنا، وأشكر نيافة الأنبا بطرس قبل الكل على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء. بشكرك جدا يا قداسة البابا، وفي بداية عام جديد بتمنى من كل أعماق قلبي أن يديم الرب حياتك لنا وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية وللعالم أجمع، تسلم الكنيسة للمسيح في المجيء الثاني وإلى منتهى الأعوام يا قداسة البابا. أقل حاجة يا قداسة البابا. شكر خالص. مشاهدينا، كان هذا اللقاء هو بدء عام جديد، وكل سنة وانتم طيبين. بشكركم وإلى اللقاء.